مباراة في لقاء ثاني استضاف الإفريقي بطل المسابقة مرتين النجم المثلوي الباحث عن لقبه الأول في هذه البطولة راضي صلاح في ملعب رادس بحضور جماهير. قبل أيام من المواجهة المثيرة هدد نجم المثلوي من الانسحاب من البطولة بسبب ظروف الفريق المادية، مما صعب انتداب وصرف مستحقات اللاعبين، لكن بالرجوع إلى المنافسة وبالرغم من الظروف إلا أن النادي كان ندا قويا للإفريقي الذي يريد محو الصورة التي أنهى بها مشواره الموسم الماضي. الجماهير الأفريقية حضرت بقوة لمساندة فريقها وكلها ثقة في رجوع الأمور إلى نصابها. مع بداية المباراة حاول الأفريقي السيطرة على الأمور، فكان الحارس السويسي بالمرصاد ولم تكن خرجات السويسي من باب الصدفة، بل أزعج الأفريقية، فالأسرار استطاع فك العقدة ولبيساو وليستمر إخفاق الأفريقي أمام قوة الحارس السويسي الذي كان في يومه. أول خرجات المثلوي كان من محترفه إرناس الذي فعل كل شيء وأخفق في إكمال القصة. حاول الأفريقي كثيرا لكن التركيز غاب عن لاعبيه، وبين كرات بعيدة وتوغل لم تتضح الصورة بعد. جمهور من نار يريد أهدافا والوقت يمر، وبنفس الطريقة إرناس يضيع فرصة للمثلوي والسويسي يواصل التألق. بعيد على مرمى فاروق بن مصطفى، مرة أخرى الخطورة من الكاميروني. في الثاني دقت ساعة الحقيقة والبداية قوية من الأفريقي، والعارضة تؤجل فرحة الأحمر. أسرار في المكان المناسب يفشل من جديد في الوصول إلى المرمى، وبعد انتظار طال تنفست الجماهير السعداء بهدف أهدى من كل الظروف، وبعد صبر خليفة يهدي التحرر للجماهير الغفيرة. حمراء في وجه سيسوكو الذي منع خليفة من تسجيل هدفه الثاني. الحمراء قد تأتي وصاروخية وسام يحيى تقضي على أمال مثلوي. ضربة جزاء للأفريقي والمتألق بلال السويسي يرفض المزيد. راضي صلاح صدى الملعب. ويضيع بلال السويسي. ألف مبروك للإفريقي وهارد لك للمثلوي. شفتوا المباراة؟ المباراة شفت الملخص مالها الحقيقة، بس يعني كانت خلينا نقول بين الافريقي وحارس المثلوي. يعني السويسي اليوم قدم مباراة كبيرة جدا من ضمنها صد ضربة الجزاء، ولكن الهدف الثاني اعتقد كان مسؤول عنه. كان مسؤول عنه. أنا أعتقد يعني مباراة حلوة وحماسية، ولو أنه فيها شوية خشونة، ولكن نجمها الأول بالنسبة لي السويسي. يعني أعتقد حارس المرمى 4 أهداف محققة شحال. إيه بس ما فيك تختار نجم مباراة من فريق خسران. أنا ما عندي مشكلة في الفريق الخسران، لأنه لما يمنع لاعب يمنع 4 أهداف في المباراة، فايز 2 ومضيع ضربة جزاء، يعني ما فيك. خلينا نشوف طيب هلا من هو رجل المباراة وبعدين نرجع نتهاوش نحن والشباب. إذا صابر رباعي قصدي صابر خليفة هو مان اوف ذا ماتش. اثنيناتهم حبايبنا طبعا. قبل ما نروح بدي أذكركم إنه